تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. المشكلة التي يعاني منها أهل الخلاف. أهل الخلاف لماذا سموا بأهل الخلاف؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وبكل وضوح وفي كتبهم مصادرهم التي لا نقول يعملون بها فحسب، بل يقدسونها ويعتبرون كل ما ورد فيها معصوما، إنهم مع ذلك كله يرغبون بأنفسهم عن إرادة الله تعالى، الذي يقول سبحانه وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أراد الله أن يكون علي وصيا لرسول الله صلى الله عليه وآله، خليفة للرسول الله صلى الله عليه وآله. أراد الله سبحانه وتعالى أن يحب الناس أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله، وأن يلتزموا بهم وأن يطيعوهم وأن يتبعوهم وأن يرغبوا عن سواهم حتى وإن كانوا صالحين في بعض سلوكهم وبعض ما صدر عنهم، ولكنهم لم يلتزموا بأهل بيت النبوة إن كانوا على الصلاح حقا. فكيف بأن هذه الأمة